لحد النهارده العلم ما قدرش يتفق على سبب للأحلام. يعني انت مثلا بتحلم ليه؟ في تفسيرات بتقول الاحلام بتخلي المخ يتدرب على مواقف بحيث ان هي لما تحصل لك في الحقيقه تبقى عارف هتعمل ايه وتتصرف ازاي. وفي تفسيرات بتقول ان الاحلام مجرد نشاط عصبي عشوائي بيحصل في المخ. في الحضارات القديمه الاحلام كانت مقدسه جدا، يعني مثلا في مصر القديمه كانوا فاكرين الحلم رسائل من الاله. كان في كهنه كل شغلهم يفسروا الاحلام للملك. فرويد قال الأحلام بتعبر عن الرغبات والأفكار المدفونة في العقل الباطن. وقت الحلم انت جسمك بيكون مشلول عشان تبقى محمي من أي فعل لا إرادي ممكن يحصل بسبب حاجة حصلت في الحلم. وقت الشلل ده انت ممكن تصحى من النوم، يعني عقلك بيفوق وجسمك بيكون مشلول، وده اللي هو الجاثوم أو شلل النوم، اللي ناس كتير قوي بتقول ان هو حاجة تبع المس واللبس والجن والحاجات دي كلها. والسؤال اللي هيفضل محير البشر كلهم، احنا بنحلم ليه؟ حلقتنا بتبدأ بواحد شكله تعبان وبيكون اسمه ادوارد، واللي بيكون واقف قدام عمارة كبيرة وبيراقب الناس اللي داخلة واللي خارجة. وبيتمشى ادوارد بس بيكون تعبان لدرجة انه بيقف على جنب وما بيكونش قادر يتحرك. بس واحد من الناس اللي في الشارع بيلاحظ ده وبيروح يقول له انت كويس، بس ادوارد ما بيردش عليه. وبيكون داخل عيادة دكتور نفسي اسمه اليوت، ولما بيدخل السكرتيرة بتقول له احنا كنا مستنيينك، بس بيبص لها باستغراب كأنه يعرفها. فبتقول له تقدر تدخل، الدكتور مستنيك. بيدخل ادوارد وهو تعبان. الدكتور بيقول له مالك تعبان ليه كده؟ ادوارد بيقول له مش تعبان، انا مرهق جدا. الدكتور بيخليه ينام على السرير، وادوارد عينيه بتبدأ تغمض، بس فجأة بيقوم بسرعة. الدكتور بيقول له مش انت تقريبا قلت انك مرهق؟ ادوارد بيقول له انا اكتر انسان مرهق في الدنيا، انت عارف انا بقالي 87 ساعه ما نمتش، يعني حوالي 4 ايام. الدكتور بيقول له يعني انت مشكلتك انك مش عارف تنام؟ ادوارد بيقول له لا، مش مساله اني مش عارف انام، انا لازم ما انامش، انا لو نمت مش هصحى تاني. بيولع سيجاره وبيقول له ينفع اتمشى في المكان؟ فالدكتور بيقول له لو عايز تتشقلب اعمل اللي انت عايزه براحتك. ادوارد بيقول له متاكد انك دكتور؟ الدكتور بيقول له بتسال ليه؟ ادوارد بيقول له كنت متوقع حاجه مختلفه شويه، واحد عجوز عنده دقن بيضه. الدكتور بيقول له الكل بيبقى متوقع كده، انا بلبس النضاره عشان اخبي ملامح وشي. ادوارد بيقول له اسمع، انت مش هتقدر تساعدني، انا بضيع وقتك. الدكتور بيقول له طالما انت عارف كده جيت لحد هنا ليه؟ ادوارد بيقول له دي كانت فكره الدكتور بتاعي. الدكتور بيقول له انا عارف، هو قال لي. ادوارد بيقول له قال لك ايه عني؟ الدكتور بيقول له قال لي ان اسمك ادوارد، عندك 35 سنه، رسام، اعزب، مريض بالقلب، ما عندكش تاريخ مع المرض العقلي، بس كده. انت ناوي تقول لي ايه عن نفسك؟ ادوارد بيقول له لا انسى. الدكتور بيقول له براحتك وبيسيبه. ادوارد بيكون هيمشي، بس الدكتور بيقول له انت بجد عايز تهرب؟ تفتكر الهروب ده هينفعك؟ بس عارف اعمل اللي انت عايزه. وبيبان ان الكلام ده اثر في ادوارد وبيخليه يغير رايه ويرجع تاني. وبيفتح الشباك يبص للشارع وبنلاحظ انهم في دور عالي. فالدكتور بيروح بسرعه وبيقفل الشباك. ادوارد بيقول له انا كنت فاتحه عشان الهوا. فالدكتور بيقول له التكييف شغال كويس والشباك مقفول. ادوارد بيقول له انت فاكرني ان انا هرمي نفسي؟ انا بحب الحياه ودي مشكلتي. الدكتور بيقول له قول لي بقى انت عندك ايه؟ ادوارد بيقول له بس اللي انا هقوله ده هيخليك تفتكر ان انا اتجننت. الدكتور بيقول له لا ما تقلقش احكي. ادوارد بيقول له انت عمرك شفت لوحه زي دي؟ قصدي يعني وقفت قدامها وبصيت لها فتره طويله. فالدكتور بيقول له اه عملتها قبل كده. ادوارد بيقول له عمرك شفتها بتتحرك؟ فالدكتور بيقول له لا طبعا. ادوارد بيقول له انا اقدر اخليها تتحرك بس مش في الواقع، وانا صغير كان عندنا لوحه شبهها، مش شبهها بالظبط، هي كانت عباره عن مركب صغير، وامي كانت بتقول لي لو فضلت ابص لها فتره طويله هشوفها بتتحرك، وانا ما كنتش بعمل حاجه غير اني بفضل باصص لها عشان تتحرك، بس ما كانتش بتتحرك لحد يوم فضلت باصص لها كتير وفعلا اتحركت. هي ما اتحركتش في الحقيقه، انا عارف انها اتحركت في دماغي بس. الدكتور بيقول له ده شيء كويس انك فاهم انها كانت مجرد خدعه بصريه. ادوارد بيقول له انا عارف، بس بعد كده بقيت كل ما ابص للصوره الاقي المركب بتتحرك، الشراع بالتحديد هو اللي كان بيتحرك يمين وشمال، وبقيت مش قادر ابص للصوره واشوفها ثابته، ومبقتش قادر اتحكم في الموضوع. الدكتور بيقول له واضح ان خيالك كان قوي وقتها. ادوارد بيقول له انا بقيت فاهم ان المشكله كلها في العقل، انت لو فضلت تتخيل ان دراعك بيوجعك وتقول لنفسك ان في الم كل شويه في الدراع، في الاخر هتحس بالالم فعلا، مع ان مفيش اي حاجه حصلت تخلي ده يحصل. وانا عندي 15 سنه اتشخصت بالروماتيزم على القلب، والدكتور قال لي ان عمري ما هخف منه، عشان كده لازم ابعد عن اي ارهاق او ضغط. من 3 سنين قريت خبر عن بنت كانت راكبه عربيتها والقاتل كان مستخبي في العربيه من ورا، وفجاه ظهر من وراها وقتلها. ومن يوم ما قريت الخبر ده وانا خايف، دايما كنت حاسس ان في حد مستخبي ورايا في العربيه وانه يظهر في اي لحظه ويقتلني. وفي يوم كنت سايق بالليل في طريق كله جبال، يعني غلطه واحده والعربيه تقع من فوق الجبل، والدنيا كانت ضلمه جدا لدرجه اني مش شايف غير الطريق، وكل شويه كنت ابص في المرايه عشان اشوف لو في حد ورايا. من كتر الخوف ومن كتر ما انا ما كنت مركز دماغي بدأت تتهيأ، وفجأة شفت بنت قاعدة ورايا
وخفت وما قدرتش اتحكم في العربيه وعملت حادثه. والدكتور قال لي اني محظوظ لان بالحاله بتاعتي ان الحادثه دي كانت المفروض تخليني اموت، ومن ساعتها وانا بحاول اتجنب اي خطر وما حصليش اي حادثه تانية، بس لو نمت هيحصل. الدكتور بيقول له ازاي؟ ادوارد بيقول له البنت اللي انا شفتها في مرايه العربيه بقت تظهر لي في احلامي وانا صغير، كانت احلامي بتيجي على شكل حلقات، كل حلم بيكمل اللي قبله، وانا بقالي 3 اسابيع ما بحلمش، لكن من يومين الساعه كانت 11 بالليل وكان لازم انام عشان ارتاح بسبب قلبي، ولما نمت دخلت في حلم، لكن الحلم ده كان غريب جدا. كنت في مدينه ملاهي، بس مش مدينه ملاهي عاديه، هي كانت من النوع اللي انت ما بتشوفوش غير في الكوابيس. وهنا بيبدأ ادوارد يحكي الحلم وبيكون بيجرب لعبة، وفجأة بيسمع صوت واحد بينادي من بعيد: تعالوا شوفوها وهي بترقص، احسن رقاصة تشوفوها من ساعة ما اكتشفوا الكهرباء في مصر. وفعلا الحوار ده اتقال وانا شخصيا مش فاهم معناه، ودورت كتير وبرضه ما لقيتش اي تفسير، وبيبان ان الكلام ده شد انتباه ادوارد، فراح ناحية المكان عشان يشوف الرقاصة، وبيعرف ان الرقاصة هي نفس البنت اللي ظهرت له في مراية العربية، واسمها بيكون مايا، وبتبدأ ترقص، وبيبان انها بتحاول تغريه، وادوارد بيفضل مركز معاها، لكن فجأة بتبدأ تعمل حركات غريبة جدا وحركاتها بتبقى مرعبة، فادوارد بيخاف وبيطلع يجري ويخرج بره وبيطلع سيجارة، لكن اللي بتولع له بتكون مايا بس بهدوم مختلفة، وبتقول له انت عملت كده ليه؟ فبيقول لها عملت ايه؟ فبتقول له هربت ليه؟ وهنا بنلاحظ حاجة مهمة، ان نفس الكلمة اللي قالتها مايا هي نفس الكلمة اللي قالها الدكتور لما سأله بجد انت عايز تهرب، ودي واحدة من التلميحات اللي الحلقة سايباها. مايا بتقول له انت لوحدك؟ فبيقول لها اه، فبتقول له طب تعالى معايا، فبيقول لها اجي معاكي فين؟ فبتقول له تعالى معايا يا ادوارد، مش انت عايز كده؟ فبيقول لها انت عرفت اسمي ازاي؟ فبتقول له عرفت اسمك لان انا مايا، تعالى وما تخافش. فبيقول لها انا مش خايف لان عارف ان ده مجرد حلم، انا دلوقتي نايم في بيتي وانت مجرد جزء من حلمي. لكن مايا بتبتسم وبتقول له انا عارفه، وبتمسك ايده وتاخده لمكان غريب، وادوارد بيبدا يحس بالخوف والقلق رغم انه عارف ان هو جوه حلم، وهما بيتمشوا وبيشوفوا مناظر غريبه ومرعبه. وفجأة بتقول له احنا بقالنا كتير مستنيينك، وهي نفس الجملة اللي قالتها السكرتيرة أول الحلقة، وبعدين بتطلب منه يبوسها وفعلا بيبوسها، لكن لحظة ما بيبوسها بتظهر حواليه مشاهد مرعبة فبيخاف وبيجري. وهنا بنرجع تاني للعيادة، وإدوارد بيقول له ساعتها عرفت إنها كانت عايزة تقتلني، لما صحيت كنت تعبان جدا وكان لازم أرتاح لأن قلبي كان هيقف، ولما رحت للدكتور قال لي لو ما هديتش شوية هموت. فالدكتور بيسأله انت تعرف البنت دي قبل كده؟ إدوارد بيقول له لا معرفهاش، بس هي مألوفة بالنسبة لي كأني شفتها قبل كده، بس انا متاكد ان عمري ما عرفتها، ممكن تكون مجرد وش انا شفته في الشارع لكن اكيد مش شخص انا عارفه. الدكتور بيقول له متاكد انها كانت عايزه تقتلك؟ ادوارد بيقول له اه متاكد، وبيكمل كلامه وبيقول له تاني يوم رحت انام، الساعه كانت 1 بالليل، بس ده مش مهم، المهم اني لما نمت حلمت بمدينه الملاهي تاني، وساعتها الحلم كان خارج عن السيطره، انا كنت بجري ومايا كانت بتجري ورايا وكانت بتقول لي ادوارد مفيش حاجه تخاف منها، ده مجرد حلم. فقلت لها انا عندي مشكله في القلب مش هقدر استحمل كل ده، فردت عليا وقالت لي انت بنفسك قلت ان ده حلم، مش انت قلت انك نايم في بيتك على سريرك، يعني تقدر تعمل اي حاجه، حاجات ما تقدرش تعملها في الحقيقه. فادوارد بيقول لها غلط، الدكتور قال، لكن مايا بتقاطعه وبتقول له بص يا ادوارد، وبتبدا تشاور على اللعب اللي موجوده في الملاهي وبتقول له يلا نجربهم شكلهم ممتعين. وادوارد بيقول انه سمع كلامها وركب معاها الالعاب، بس هو نفسه ما كانش عارف ليه، كانه كان مغيب او كانه فقد السيطره على نفسه، وبيبداوا يجربوا اللعبه، وكان باين على ادوارد انه مرعوب وخايف جدا في نفس الوقت اللي مايا كانت مبسوطه فيه وكانت بتضحك كانها مستمتعه بخوفه. وفي لحظه ادوارد بيزعق وبيقول لها وقفي اللعبه، لكن مايا بتقول له فات الاوان، وبتبدا تصرخ فيه نط يا ادوارد نط نط من اللعبه. وهنا بنرجع للعياده تاني، وادوارد بيقول للدكتور انا لو نمت هي هتزقني واكيد هتخليني اموت، انا متاكد ان هي عايزه تموتني ومتاكد ان دي هتكون نهايتي، وفي الناحيه التانيه لو ما نمتش الارهاق هو اللي هيقتلني وقلبي مش هيستحمل السهر ده كله. وبعدها ادوارد بيقوم وبيقرر يمشي، الدكتور بيقول له على فين؟ فبيرد بيقول له لازم اشم شويه هوا. الدكتور بيقول له ما انصحكش خليك هنا احسن، لكن ادوارد بيرد بعصبيه وبيقول له يعني هتعمل ايه؟ يعني هتطلب لي مستشفى المجانين؟ فات الاوان يا دكتور، انا قلت لك من الاول انك مش هتقدر تساعدني. ولما بيخرج بره المكتب بيشوف السكرتيره، لكن المره دي بيتصدم لانها كانت نفس البنت اللي شافها في الحلم مايا. فبيرجع بسرعه تاني للدكتور، والدكتور بيقول له في ايه؟ ادوارد بيقول له هي بره. الدكتور بيقول له مين؟ ادوارد بيقول له مايا. الدكتور بيقول له بس مساعدتي ما اسمهاش مايا. في اللحظه دي ادوارد بيفقد اعصابه وبيجري ناحيه الشباك وبينط منه ويموت، وبينتقل بينا المشهد للدكتور وهو قاعد في مكتبه وبينادي على المساعده بتاعته، وبيروح يفحص النبض بتاع ادوارد لكن بيكتشف انه مات فعلا. فالمساعده بتاعته بتستغرب وبتقول له ازاي ده لسه داخل من دقيقه واحده. فالدكتور بيرد بيقول لها معرفش، انا كل اللي عملته اني طلبت منه يرتاح
شويه، واول ما غمض عينيه نام، والحلقه هنا بتنتهي. بس لسه طبعا في حاجه مهمه. ادوارد اول ما دخل العياده والدكتور طلب منه ينام على السرير، ادوارد فعلا نام وغمض عينيه، وكل الاحداث اللي احنا شفناها ديت كانت مجرد حلم في دماغ ادوارد. يعني ان هو بدأ يتكلم مع الدكتور، وكل ده ما حصلش في الحقيقه، هو حصل في الحلم بتاعه. والحوار اللي حصل كله ما اخدش غير دقيقه واحده. ولما مات في الحلم هو مات في الحقيقه، لكن ما ماتش بسبب انه مات في الحلم، هو مات بسبب اللي حصل في الحلم. لان اللي حصل سبب له صدمه وضغط شديد جدا على قلبه، فخلاه ما استحملش ومات. وبنلاحظ ان الدكتور لما قال له رايح فين، خليك هنا احسن، فده تلميح ذكي جدا من الحلقه، لان الدكتور جوه الحلم كان جزء من عقل ادوارد، وكان عارف النهايه من البدايه، وعارف ان اول ما يخرج هيقابل مايا. الحلقه دي بصراحه معقده شويه ومحتاجه تتشاف اكتر من مره عشان تلاحظ كل التلميحات اللي فيها، واتمنى اكون قدرت اوصل الفكره. وبس كده الحلقه خلصت. ما تنساش ان انت تعمل لايك، سبسكرايب، الحاجات دي كلها. سلام.